قاتل في الوقت بدل الضائع، وسموحة يتحسر على الفوز يعني العجيب. المباراة راحت وجت أكتر من مرة لحد الوقت بدل الضائع، يعني نتيجة غير متوقعة. الكل ما توقعهاش الحقيقة. الطلائع بيهدر ركلتين جزاء، سموحة بيتقدم والطلائع بيتعادل، ومفاجأة في الوقت بدل الضائع استطاع إينو أنه يسجل الهدف الأخير وهدف الفوز للطلائع عشان تنتهي المباراة 3-2 لصالح طلائع الجيش. طبعا إسلام كمال سجل الهدف الأول للطلائع في الدقيقة 25. سموحة بيتعادل عن طريق علاء علي في الدقيقة 44، وبيضيف إبراهيم عبد الخالق الهدف الثاني من ركنية جميلة بيرتقي بيحطها عشان يبقى 2. ثم أحمد سعيد أوكا في الدقيقة 44 للطلائع، وبيضيف إينو الهدف القاتل في الوقت بدل الضائع عشان تنتهي المباراة 3-2 لصالح طلائع الجيش. نرجع